اضطرابات كتيره في سوق السيارات سواء في مصر او في الخارج ادى لارتفاع جنوني في سعر السيارات. وللاسف في ناس كتير جدا يعني شايفه ان عربياتها دي هي اخر قطعه فنيه ومفروض اصلا هم يحنطوها يحطوها في متحف، وبالتالي ان هم بيطلبوا اسعار جنونيه في عربياتهم. ولكن ما تقلقوش، انا مؤمن الوزير، وفي الفيديو ده جايب لكم عربيات عمليه تحت ال100. في الفيديو ده هرشح لكم فيه عربيات من اول 45000 جنيه لحد عربيات ب 100000 جنيه، وكلها عربيات كويسه في وجهه نظري وانا ارشحها لكم شخصيا. وبلاش اطول عليكم ويلا بينا. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. اول براند ارشح لكم منه عربيات وهو كيا. كيا هناخد فيها 3 عربيات، واول عربيه عندنا من كيا وهي كيا برايد. كيا برايد يعني بنلاقي فيها اسعار متفاوته من اول 45000 جنيه ل 60 و65000 جنيه، عربيه ممتازه جدا. نيجي للعربيه الثانيه وهي كيا سيفيا. كيا سيفيا من اول 75000 جنيه ل 100 وممكن كمان توصل لحالات 110000. طبعا في ناس كانت بتشتكي شويه من الفرامل بتاعتها، لكن ما اعتقدش انها تبقى اسوء من فرامل الفيرنا. ثالث عربيه عندنا وهي كيا الشوما. كيا الشوما دي مشهوره جدا عندنا في مصر، وسعرها برده بيتراوح من 75000 جنيه ل 100 و120000 جنيه كمان في بعض الحالات. تاني براند هناخد منه عربيات وهو هيونداي. هيونداي مثلا هنتكلم فيه عن هيونداي اكسل. العربيه برده فيها سعر متفاوت، سعر كبير جدا ما بين 45000 جنيه ل 75000 جنيه، بس بصراحه هي عربيه محترمه. وتاني عربيه من هيونداي هي هيونداي اكسنت. هيونداي اكسنت برده هتلاقي فيها تفاوت سعر كبير من 65000 جنيه لحد 90000 جنيه، وبصراحه كانت عربيه جميله جدا. نيجي لتالت براند هناخد منه عربيات وهو دايو. شركه دايو هناخد منها 3 موديلات. اول واحده فيهم هي دايو جولييت. دايو جولييت للشباب اللي هي بتحب العربيات الهاتشباك شويه ومحندقه، فهتلاقيها من اول 70000 جنيه ل 100000 جنيه. وهنيجي بعدها لدايو لانوس. دايو لانوس سواء 1 او 2 هتلاقي برده في منها من اول 65 و70000 جنيه لحد 100000 جنيه. واخيرا دايو نوبيرا 2، طبعا يعني عربيه اسطوريه وانا عن نفسي بحبها جدا، هتلاقي فيها برده من اول 75000 جنيه ل 100000، وفي ناس برده بتطلب 100 و120 يعني، لان هي بصراحه عربيه ممتازه. نيجي لتالت براند هناخد منه عربيات وهي اوبل. اوبل هناخد فيها 3 عربيات، واولهم هي الاوبل كورسا. الاوبل كورسا هتلاقي فيه منها من اول 45000 جنيه لحد 100000 جنيه، بيختلف حسب الموديل. في منها بينزل الهاتشباك وفي بينزل منها سيدان، وكمان حسب هي انهي موديل فيهم. تاني عربيه عندنا من اوبل وهي اوبل استرا. اوبل استرا برده بيتراوح سعرها من 80 ل 100000 جنيه حسب الحاله في الاول وفي الاخر. وتالت عربيه من اوبل وهي اوبل فيكترا بي. اوبل فيكترا بي برده فيها تفاوت سعري كبير جدا من 75000 جنيه لحد 100000 جنيه، وبرده في منها ناس بتطلب اكتر من 100000 120 وبتلعب في 110. نيجي الخامس براند عندنا ناخد منه عربيات وهو بيجو. بيجو هناخد منه عربيتين. اول واحده فيهم اللي هي 405 بيجو 405 دي بتراوح سعرها من 45000 جنيه ل 80000 جنيه حسب الحاله بتاعت العربيه. نيجي لتاني عربيه من بيجو وهي بيجو 406 برضه بتراوح سعرها من 75000 او 80000 لحد 100 و110 كمان. اما لو جينا لسادس براند وهنلاقي عندنا سكودا، هناخد منها سكودا فيليشيا. سكودا فيليشيا من 45000 جنيه ل 60 و65000 جنيه، عربيه حلوه جدا وبصراحه عربيه ممتازه. نيجي لسابع براند وهي شركه سوزوكي اليابانيه. شركه سوزوكي هنختار منها عربيتين. العربيه الاولى وهي سوزوكي سويفت. سوزوكي سويفت عربيه بصراحه بتعجبني جدا، وهتلاقي برضه سعرها من اول 45000 جنيه لحد 65000 جنيه وممكن 70000 جنيه كمان. نيجي لتاني عربيه من سوزوكي وهي سوزوكي التو. سوزوكي التو للبنات برضه خصوصا يعني، او الناس اللي هي بتحب العربيات الصغيره قوي، فالعربيه دي سعرها من اول 75000 جنيه لحد 95000 جنيه. طبعا انا ما رشحتش الماروتي في الفيديو ده، لان الماروتي بصراحه عربيه صغيره جدا جدا، يعني الالتو اوسع منها شويه واريح منها. نيجي لتامن براند وهي طبعا شركه فيات الايطاليه. فيات هناخد منها عربيتين. فيات اونو دي اول واحده، طبعا بيتراوح سعرها من 40000 جنيه ل 60000 جنيه، عربيه ممتازه ومصاريفها يكاد لا يكون لها اي مصاريف. نيجي لتاني عربيه من فيات وهي فيات بونتو. فيات بونتو بتراوح سعرها من 70000 جنيه ل 100000 جنيه، وعربيه برده كويسه. نيجي لتاسع براند عندنا وهي شركه ميتسوبيشي. شركه ميتسوبيشي هناخد منها ميتسوبيشي كريستالا اللي هي لونسر كريستالا. طبعا عربيه ممتازه جدا، بيتراوح سعرها من 70000 جنيه ل 100000 جنيه، وبرده في منها عربيات بتوصل ل 110 و 115000. نيجي لعاشر براند عندنا وهي شركه هوندا. شركه هوندا هناخد منها عربيتين. السيفيك اللي هي ال 84 اللي هي زي ما احنا بنسميها البطه. العربيه دي بيتراوح سعرها من 40000 جنيه لحد 75000 جنيه. وبرده هنيجي لتاني عربيه من شركه هوندا وهي هوندا سيفيك اللي هي الموديل اللي بيبدا من 93. العربيه دي بيتراوح سعرها برده من 75000 جنيه لحد 100000 جنيه. ودي كده كانت ترشيحاتي لعربيات عمليه تحت ال100. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير مع كل اصحابكم عشان الكل يستفيد. سبسكرايب للقناه بتاعتي او فولو للبيج بتاعتي عشان برده كل الكلام ده بيدعمني وبيفرق معايا. كان معاكم مؤمن الوزير، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير. برده ما تنسوش لو حد معاه اي تجربه سواء ايجابيه او سلبيه مع اي عربيه في العربيات اللي انا قلتها دي كلها، ما تنساش طبعا تكتبها لنا في الكومنتات عشان يبقى في مرجع للناس الثانيه.